ووالدي كان بني آدم حمول جدا، ما يبان من بره قوي جدا، ويمكن أنا ما عرفتش قد إيه هو يعني شبه جوز الهند كده، غير قبل الوفاة بحاجة بسيطة. أنا مش هقدر خالص أبدأ بشكل مختلف عن المسج اللي حضرتك بعتها. حضرتك بعت رسالة على صفحة أن تكون بتقول بالنص كده: أنا كنت أسوأ ابن لأحسن أب. ده شيء لافت جدا للنظر. دي أنا وقفت قدام ده كتير وعندي تجاه ده كلام كتير، بس طبعا الحكاية الحقيقية والحكاية تتحكي من صاحبها، فمعاك المايك. الحكاية تبدأ من لما كان عندي 5 سنين. يوم ما صحيت من النوم لقيت إن أمي الله يرحمها توفت. توفت وأنا عندي أختين أصغر مني، وكان دايما يعني جوايا سؤال: هي ليه توفت وسابتني؟ يمكن سؤال بريء جدا في ظهره، بس الحقيقة كان وراه وجع قوي جدا، خصوصا ان انا والدي كان راجل دكتور معظم وقته في الشغل، فانا ما كانش عندي حد اصلا اقوله لده. كنت يعني بفتقد جدا حد يحس او يحسسني ان هو حاسس بالوجع اللي انا فيه، بس الحقيقة ما كانش فيه حد ساعتها مناسب. فالحقيقة ليالي كتيرة جدا عدت على طفل 5 سنين مش مستوعب ان هو فقد امه، وهو بيعيط كل يوم قبل ما ينام، وهو مستني حد يطبطب عليه ويقول له ان بكره ما تخافش، وان بكره مش شرط يكون زي امبارح. طبعا دي كانت بدايه التحول اللي بعد كده، اللي دايما كنت انا ما بحاربش حد فيه غير نفسي. ما بتحاربش حد فيه غير نفسك؟ بمعنى تاني ممكن اقول ما بتأذيش حد فيه غير نفسك؟ لا، حرب. انا بحارب. انا رفضت الوضع اللي انا فيه، فبعمل تصرفات عشان اقول انا موجود، عشان الناس تاخد بالها مني. دايما ده كان دايما ضدي. طبعا مش كل حاجة بنبقى عايزينها، حتى لو حاجات بسيطة قوي وحاجات بريئة جدا، غالبا بسبب ان الطفل الصغير ده مش هقول مش بيلاقي حد يوجهه، بالعكس انا كان في توجيه، بس يمكن كنت انا محتاج ثقة قبل التوجيه ده. هل في التوقيت ده كان في مساحة انك بقيت عدواني زيادة، بقيت مثلا جاف في مشاعرك، بقيت اناني، يعني ظهر عليك صفات معينة في التوقيت ده؟ طبعا. انا كان الوجع اللي جوايا ده محولني لطفل شرس جدا، لا يقبل النقد، بيحاول دايما يجذب انتباه كل الناس عشان يقول لهم أنا موجود. الحقيقة يمكن حتى الناس اللي كانت بتطبطب عليا كنت أنا بسبب لها أذى بسبب الإحساس ده. مين الشخص اللي أنت في المرحلة دي كان بيحتوي بطريقة أنسب ليك أو بطريقة مناسبة ليك؟ خالات، عمات، جدة، كان مين في المنطقة دي؟ جدتي الحقيقة. جدتي، وجدتي بين قوسين هي واحدة ست بتشع حنان ما شاء الله، وتشع طيبة. هي ست بسيطة جدا، أصلا ست فلاحة. يمكن ما كنتش بقول لها جدتي، كنت بقول لها يا ستي. طبعا. وستي كانت كمل الكلام انها ستي، يعني انت بتحكي، اتفضل. ستي كانت أم لناس كتيرة قوي حتى غير ولادها. فهي ست أم بالفطرة وبالخبرة. كانت الحقيقة هي أكتر واحد بيطبطب عليا، بس الوجع اللي جوايا كان حتى بيخليني أنا أذيها. بس هي طبعا اللي هي قدمته ليا خلتني أحس لما أكبر إن هي دي أمي.
ان هو ده كان شكل الحنان اللي انا عايزه، بس ما كنتش عارفه اتصرف معاه، ما كنتش عارفه اتعامل معاه صح. كان يعني. فقدان امي بالظبط. عميني من ان بصيرة انا اشوف كده. اي حنيه تانية. مفيش طبعا. الطفل اللي والدته توفت وهو حس فجأة انه لوحده في الدنيا، وحس انه لوحده على البحر على مدى الشوف كده، مش عارف يفهم فيه ايه في الحياة. ابتدى يبقى طفل عنيف، ابتدى سلوكياته تتغير، علاقته بجدته كانت هي الوحيدة اللي قادرة تحتويه، ولكن في نفس الوقت هو كمان كان عنيف معاها. علاقته بوالده بقى، علاقته بالاب اللي هو الاب الحازم جدا، اللي هو مش عارف يكتشفه. هما الاثنين وقفوا في حته مش عارفين يكتشفوا بعض. العلاقه دي راحت فين؟ والطفل ده بيكبر، يعني هيبقى مراهق كمان لحظات يعني. الحقيقه العلاقه دي ما كانتش احسن حاجه. بسبب حاجتين. بسبب ان الطفل لما حدش احتواه يعني وهو صغير، والجزء الثاني كان جاي من خوفه هو عليه، يعني خوف الاب نفسه على الابن. ده كان اللي انا فهمته بعد كده، ان هو كان رعب من المستقبل على بتاع الطفل ده. فكان بيعمل كل حاجه بحزم، وكان عاوز يطلعني بني ادم مش بس سوي، بني ادم احسن منه، مع ان هو يعني ما كان راجل، ما فيش احسن منه اكيد. فما كانتش العلاقه كويسه. ما كانتش العلاقه كويسه. علاقه خوف اكتر منها حب. بس في نفس الوقت يعني كانت او حب التعبير عنه كان مش بافضل طريقه بالنسبه لطفل، يعني بالزبط. ادركتها لما كبرت. هو يعني انا كطفل انا الوحيد في اخواتي اللي حاسس ده، لان انا يمكن زي ما قلت لك اخواتي اللي من ابويا وامي كانوا اختين، والاثنين اصغر مني، فما شافوش امي. امي كانت يعني اجمل ست في الدنيا، فانا عشت ده. فدايما كنت بقارن طفولتي اللي انا عشتها مع امي باي حاجه، باي عيشه بعد كده، وطبعا ما فيش مقارنه اكيد. فذكرياتي مع امي هي اللي كانت بتدفعني ان انا رافض كل حاجه. دايما بقارن الرز بلبن اللي انا بشتريه من السوبر ماركت من الرز بلبن اللي امي كانت بتعمله لي، وكانت القطه بتخطفه مني على السلم. تفاصيل طبعا كتير. مفيش شك يعني. انا والدتي متوفيه، فقادره جدا اتفهم كمان كلام حضرتك يعني. ومحدش بيزايد ابدا في مشاعر فقد الام او الاب، لانها مشاعر خاصه جدا. فايه شكل التغير او ايه شكل الحياه راحت فين؟ خلت العلاقه دي بالتالي تتطور ازاي؟ كان في مستجد؟ كان في حاجه اتغيرت؟ ايه شكل الحياه كانت؟ ان بابايا اتجوز. دي الحقيقه كانت مرحله مهمه في حياتي، ومرحله فارقه جدا. كان هو يعني اتجوز بعد فتره طويله من وفاه امي، مش فتره قليله. بس هو كان اولا محتاج زوجه، ثانيا كان محتاج تربي ولاده بالشكل اللي هو عاوز يشوف بيه ولاده. فكانت البديل الاول كانت جدتي، اللي هي ست اميه، ست مش هتعرف تطلع ولاده بالشكل المطلوب. فالحقيقه هو اتجوز واحده ست كويسه جدا، نجحت بامتياز في تربيتها، وان هي تطلع ولاده بالشكل اللي هو نفسه فيه. ست عارفه يعني ايه قيم، ست محترمه، ست علمتنا ازاي نتكلم، ازاي نعيش بشكل هو كان نفسه فيه. علاقة بقى حضرتك بيها كانت عاملة ازاي؟ دي الحقيقة الأسف الثالث في حياتي، إن أنا علاقتي كانت سيئة جدا بيها في الفترة دي، لأن أنا كنت رافض أي حد غير أمي ياخد المكان ده، إن ياخد المكان. لأن أنا بالعافية متلصم واخد ستي بديل، فما عنديش مكان في حياتي، لأن أنا الوحيد اللي فاكر أمي. فطبعا دخلت بقى مرحلة جديدة من صراعات قوية جدا، وأذى جامد جدا كان مني ليها. فأنا الحقيقة يعني ظلمت الست دي جدا، وواجبها عليا دلوقتي إن هي أقل حاجة أقدر أقدمها لها إن أنا أعتذر لها.
واتمنى جدا يوصل لها ده، لان ده شيء يعني نبيل منك جدا، لانك كمان توصيف الاذى ده انا حاسه والله انا بتهيألي الله اعلى واعلم، بس انا لو هي بتسمع ده هي توصيف الاذى كبير. ممكن هي نفسها تكون متسامحه مع تصرفاته، كانت مدركه ان في طفل شايف ان هي مكان والدته، فوارد تكون هي عندها من النبل انها تستوعب ان ده كان تصرفات طفل يعني. الحقيقه هي كانت بتقابل الاذى بتاعي بتشجيع يعني. بتشجيع ليا جامد جدا، ودايما بتحاول توصلني ان انا بني ادم مختلف، وان انا بكره لما اكبر هبقى بني ادم مش بيتكرر كتير. فضلت بعد كده بقى المرات الاب دي، الولد ده الطفل اللي كانت بتاخده بالراحه، فالطفل اللي بناخده بالراحه ده هيبقى مراهق خلاص بقى. فالمراهقه اصلا في بيت كامل مكتمل هي مرحله صعبه جدا، لو الاب والام وفي اخوات وفي خالات وعمات، هي مرحله صعب التعامل والتعاطي معاها. ففي ظروف حضرتك الطفل اللي فقد امه، في مرات اب، وفي اب علاقته بيه فيها شيء من الجفاء والحده، ففي الحاله دي المراهق ده عمل ايه في البيت؟ المراهق ده الحقيقه كان قالب البيت. كان دايما صوت المعارضه في البيت، ويمكن مش بس عشان انا، كان عشان احساسي تجاه اخواتي البنات الصغيرين اللي دايما، لان انا رافض يعني مرات الاب ده، فما كنتش متقبل نصيحتها حتى لاخواتي. ودي يمكن كانت المسؤوليه بدري بتخلينا نلوش في الدنيا. هو ساعات ذكاء المراهق بيخليه دايما عنده شباك بيعرف ينط منه في وقت الأزمة. الحقيقة الشباك ده كان ستي. ليه؟ لأن ستي ما عندهاش حاجة تانية غير الحنية تديها لي، وأنا ما عنديش شباك غير ستي. فالحقيقة قابلت ده بالهروب وبذكاء طفل جدا. قصدت ان انا ازود جدا في ازعاج البيت. قصدت ان انا، لان يعني فضلت ازعج في البيت لغايه ما مبقاش قدام ابويا حل غير ان هو ارجع اقعد مع ستي. ستي كانت هي اللي بتبقى يعني قافله الباب بالمفتاح ومدياني المفتاح. الستات اللي اصلا فلاحين بيبقى عندهم سياله، هي جيب عشان توصلي له صعب. فمن كتر ما انا حفظت طريق السياله بقيت باخد الفلوس من غير ما تحس. بقيت تعامل فتحه تانية في الجلابيه اوصل بيها للسياله. يا نهار ابيض. مؤامرات. كانت اللي اداني صك الحريه والهروب من كل قيود ابويا كانت ستي. برضو الهروب ده جه بعد محاولات مستميتة لترويضي من قبل ابويا. فكان لازم ايجاد حل عشان نتعامل مع محمود بقى، احنا مش عارفين نتعامل كلنا، فهنعمل ايه؟ الحقيقة ما كانش في حل غير ان محمود ما يبقاش موجود في البيت. ابويا حاول ان ده يبقى تحت عينه، فكان مثلا بيجيب لي شغل في الاجازة ان اروح اشتغل في مركب ترسى على البر كل 15 يوم، مع ان انتوا مش في مكان ساحلي ولا حاجه. لا هو انت بعيد يعني. فكان استنفذ الحقيقه كل الحلول، لان انا رجعت من المركب دي لوحدي، حتى ما استنيتش ان المركب ترسى على البر، لا عملت مشكله في المركب ولازم ارجع دلوقتي. ففقد الامل الحقيقه ان هو يبعدني لان انا ببقى دايما مصدر المشكله. فالحقيقه انا بذكاء اقترحت عليه اني ارجع اقعد اعيش مع ستي، وبعد حيل كتيره قوي وافق ورجعت تاني عشت مع ستي. الحقيقه النقطه بتاعت العيشه مع ستي ده انا خدت صك حريتي، وان انا اعمل كل ما مراهقتي عايزاه اعمله بكامل حريتي. بس الحقيقه يعني انا استغليت ده اسوأ استغلال، ان انا عملت كل الحاجات الغلط اللي ممكن اعملها في المرحله دي بعيد عن عين ابويا، مع ان هو كان دايما عينه عليا،
بس كنت انا دايما بلاقي شباك اهرب منه. طبعا اكيد كمان سفرك البحر الاحمر ده خلق تاني جدار بينك وبينه، حسسك ان هو رافضك، حسيت ان هو مش عارف يتعامل معاك، فانت بدل ما تقعد معايا تكلمني، يمكن ده عرفته لما كبرت مثلا، بدل ما تتناقش معايا انت بعتني. جالك احساس شبه ده ولا احساس تاني اصلا؟ لا، انا جالي احساس لان انا تعبت وانا في البحر ورجلي ورمت وبتاع، فانا حسيت ان هو مش خايف عليا. فيمكن ده بعد المسافات بينا اكتر. فما كانش عنده حل غير ان هو يوافق ان انا ارجع اعيش مع ستي. لما رجعت بقى وكانت الحياة بقى خلاص مفتوحة لك على البحري، هي بتحبك حب أي ست كبيرة نفسها تشوف حفيدها اللي هي حاسة إن هو فقد أمه وحاسة بيه قوي، أكتر حد حاسس بيه. وزي كتير من الناس الكبار ممكن يكون الحب الزيادة مش أفضل حاجة بناخدها يعني بشكل سليم. فالفترة دي بقى أنت تعاد ترتيبك وتكوينك بشكل مختلف، حسيت بأن أنت عندك المساحة والسلطة والرخصة الكاملة إنك تعمل كل حاجة. بالظبط، هي ست بسيطة جدا، بتنام بعد العشاء، بتصحى مع أذان الفجر، ومع أذان الفجر ده ببقى لسه أنا هنام. وما بتسألكش كنت فين ولا عملت إيه؟ لا. دايما برضو الثقافة اللي عند الست الفلاحة الراجل فما معايا كامل هو كبر وراجل ايوه بالظبط. علاقتك بوالدك طيب لما رجعت قعدت عند جدتك، يعني هل كان بتتكلموا بتتواصلوا، بيسألك بتصرف منين، تاخد فلوس منها بس ولا بتاخد منه فلوس؟ لا الحقيقة أنا باخد منه فلوس، وهو كان بيحاول يعمل عليا كنترول بالفلوس، ودايما كان برضو المصدر التاني هو ده المصدر الأساسي بالنسبة لي اللي هي ستي. فمع إن هو كان دايما بيراقبني، بس أنا كنت دايما بلاقي مخرج إن أنا أعمل الغلط. كان عندك كام سنة دلوقتي بقى؟ عندك كام سنة في الحدوتة دلوقتي بقى؟ 16 سنة. 16 سنة، هنخش الجامعة بقى. خلاص المفروض هنا في قرار هيتاخد، في تحديد بقى شكل مستقبل، شكل تفاصيل. الدنيا هي كانت عامله ازاي؟ كان شكل الشخص الطفل والمراهق المتمرد ده اللي رافض للنقد كان رايح فين؟ رايح عايز يدخل كليه ايه؟ عايز يعمل ايه؟ الحقيقه الشخص الرافض ده كان عنده شغف قوي جدا بالكمبيوتر وبالتكنولوجي وبتاع. ف كان بابا بيشجعه على ده، حتى لو هو كان بيستخدم ده استخدام غلط مش صح. بس فضل طول ما انا في عين مراقباني اللي هي عين ابويا، بحس ان انا واجب عليا ان انا اعمل الغلط. ليه؟ لان انا معايا حريتي، فانا مفيش داعي ان انا ابقى متراقب. عايز تثبت لنفسك ان انت بالزبط. قادر وان انت تقدر وانك تعرف يعني. العلاقه دي فضلت تتطور بشكل عامل ازاي؟ فضلت تسوق بشكل عامل ازاي؟ الحقيقه هي ما كانتش بتسوق قوي، بالعكس هي كانت بعد المراهقه ابتدت تتحسن. ابتديت اكبر، ابتديت اصاحبه، ابتدى هو كمان يكبر، وابتدى هو كمان طبعا يكبر. فابتديت، يمكن كانت هي دي بدايه القرب من ابويا، بس ما كانش القرب بالقدر الكافي، لان في الزمن ورا مشحنات كتيره قوي، فمش هنقرب من بعض مره واحده. خدنا وقت كتير قوي لغايه ما بقينا اصحاب جدا. الحقيقه عمر الوقت ما كان كفايه ان هو انا خسرت فترات ما كانش ينفع اخسرها معاه، وكنت فترات نفسي اعيشها معاه. ويمكن هو ده سبب اللي انا جيت عشانه النهارده، ان هو انا ندمان على كل دقيقه في حياتي انا عشتها من غير ابويا، ان هو كان موجود ولكنك انت كانت علاقتك بيه مضطربه. بالظبط، يعني من بعد الوفاه، وفاه والدتك. من بعد وفاه والدتي ضيعت وقت كتير قوي ومراحل كتيره قوي وانا بعيد عنه بغباء طفل او بفطره، الاتنين في الاخر. بنفسيه الطفل دي كانت كثافته وقدرته على التحمل يعني. بالظبط. او اخيرا عايزه بجد اقول لحضرتك انا بشكرك جدا جدا على مشاعرك الصادقه وعلى احساسك المرهف الحقيقي اللي طول الوقت في انسانيه عاليه جدا، حتى ان انت يعني دايما بتحاسب نفسك تجاه مشاعرك تجاه الاخرين واللي انت عملته. اكيد بعد تجربتك
مع والدك بقى ده حساب اكتر، اضعاف واضعاف. يعني طول الوقت انت بتلتمس للناس الاعذار، وطول الوقت حاطط نفسك مكان الناس. فتعال نبص للموضوع من زاويه ان هو خلى منك نسخه افضل في حاجات كتير، ونسخه طول الوقت مدركه بشكل اوسع، وعينك بقت شايفه بشكل اوسع، وان في صفوة الصغير يعني ربنا يا رب يكرمه كده وتشوفه من احسن الناس، ان انت تزرع فيه حاجات كتير وتخلي علاقتك بيه صحيه بشكل كبير جدا يعني. فانا بشكرك جدا جدا يا استاذ محمود ان كان عندك من الجرأه والشجاعه والإنسانية، يعني إنك تطلع تتكلم وتقول أنا علاقتي بوالدي كان فيها التوتر ده ولكني اكتشفته متأخر. فتقول الرسالة دي للكل إن اللي عنده مساحة من التوتر يقدر إن هو يوجد صيغة للتعامل وللتفاهم، وترجع كده المياه لمجاريها مع أهله. إن ده شيء ضروري جدا وحميد يعني، وضروري كمان يعني، ما فيهوش هو أقل تقدير أو أقل كلمة ينفع نعبر بيها إن هو حاجة ضرورية ما فيش فيها شك يعني. انا الحقيقه اللي بشكرك على انك انت اديتيني فرصه ان انا اعتذر لكل الناس حتى لو هم مش موجودين معانا. فهم واجب عليا ان انا اعتذر ليهم طالما انا غلطت، لان من قله الادب ان انا لما اعرف ان انا غلطان افضل انكر واكابر. بالعكس، اي حد بيشوف اعترافي بالغلط نقص، فهو الحقيقه اللي المفروض يلام لا ويعاب. اكيد، لا اكيد ما فيش اي حد يشوف الاعتراف بالغلط في اي مشكله عند صاحبه. بالعكس اللي شايف كده هو اللي ممكن يكون يراجع افكاره او يراجع قرايته للحدوته يعني.